140 جرام استاكوزا ب 3000 جنيه. ربع كيلو استاكوزا ب 4000 جنيه. ايه ده؟ يا صحيح ب 4000 جنيه، بس ايه ده؟ ايه ده؟ على الحلاوه، على الجمال، على الحلاوه. ولأول مرة في مصر مقارنة أحسن استاكوزا في مصر. معانا أكلة سمك وشريمب زون، ودي صورتي وأنا صغير، واللي بعده بحري. الثلاث براندات دول متخصصين في الاستاكوزا، يعني من أقوى الأماكن هتلاقي فيهم الاستاكوزا. مش بقول كده عشان هو مطعمي، احنا معروفين طبعا، احنا يعني بنتاجر في الاستاكوزا، دي شغلنا يعني. مش عايز اطول عليكم، ونبتدي من على يمنا أكلة سمك. طلبنا استاكوزايه حوالي كيلو الا ربع 730 جرام ب 2700 جنيه يا جماعه. كيلو الاستاكوزا ب 3000 جنيه غير الضريبه عند اكله سمك. تعالوا نسمي الله ونشوف. احنا طلبنا استاكوزايه واحده وطبق رز. ايه اللي جاي؟ تقريبا معاها شوربه، ليمون، عيش، ده طبق الرز. تعالوا نسمي الله. بما اننا يعني داخلين على راس السنه، فانا عايز اجيب لكم الحاجه اللي ايه، اللي ايه، اللي حلاوة على الريحة، ريحة استاكوزا. هلبس جلافز عشان ايدي بتبص. تعالوا نشوف شكل الاستاكوزاية نفسها. هم قاسمينها على نصين ومعمولة باتر فلاي. انا طلبتها من كل الناس استاكوزا باتر فلاي. تيجوا نوزنها. بس احنا بقى انا بقى كراجل بتاع سمك هوزن لك اللي هيطلع من اللحمة بس، يعني سيبك من ايه، من اي حاجة تانية. تعال نخليها مع بعض. يا لهوي على المنظر يا جدعان. عزيزي انا مش قادر اصلا، ايه عارف انت، عايز اكلها واخلص. ادي قطعه يا ولادي الايه، يا بهاريزو بهاريزو ومبطرخه باين ولا ايه. تعال نسمي الله. هات كده، هات اللحم. ايه مالك؟ مالك؟ ده انا عايز اطلعك سليم عشان استمتع بالحياه وبيكي. يلا بينا. تعبتنا شويه ولكن ده طبيعي. استاكوزا توزن كده يا عزيزي. هتشتري 140 جرام لحمه ب 3000 جنيه. انا واقف عليا دول ب 2700. تعالوا نسمي الله ونبتدي. بس تعالوا نسمي الله. منظرها جميل، منظرها جميل. على الفسفور يا ولاد، الدنيا جميل. تفاحة امريكاني. تعال اقول لك معلومة. هل هي طعمها حلو؟ طعمها حلو قوي. طعمها حلو بس مش مسكرة. كطعم خام حلو مع صوص الزبدة وكده صوصات. وبعض الاماكن بتعملها بشاميل عشان تغير طعمها، لكن عشان تاخدها بلحمتها كده مش هتحس انك بتاكل حاجه مسكره، حاجه ايه ده طعمها حلو قوي، فاهم الحته دي؟ لا. اللي بياكل استاكوزا بياكلها عشان فايدتها القويه وبس، مش عشان طعم مسكر وبتاع. بس هي لحمتها طبعا حلوه. بس اللي عايز ياكل استاكوزا ما تدورش على الطعم المسكر يا جماعه، دور على الفايده اللي فيها. فايده كوليسترول في السماء. كوليسترول فين؟ كوليسترول فوق. انا واثق من اللي بقوله لك. هم باعتين لنا عيش محترم وطحينه وملوخيه. الملوخيه دي هديه على الاوردر. تعال نشوف الملوخيه بتاعتهم. حاسسها عليها طشه كتير شويه وخفيفه. ويا سلام لو حاطين فيها جمبري من تحت. مفيش. خد حته استاكوزايه كده، حطها هنا وناكل عليها شويه رز. بسم الله. الكوليسترول دلوقتي فين؟ قول في السما. وتاني واحد شريمب زون. ولقينا الشيك استاكوزايه ب 2400 جنيه 700 جرام. ودي تقريبا اقلهم وزنا، يعني في حاجات اكبر من كده احنا جبناها، ولكن قلنا ايه خلينا في الوسط. يبقى مثلا ايه حاجتين زي بعض، والتالت ده عشان ما لقيناش 700 جرام جبناه اكبر شويه. ده اللي جاي مع ده صوص البهاريز انا عارفه، وده واحد رز. وتعالوا بص بقى بص بقى بص بقى الكلمات. منظر جميل. شغل البرتقال بتاع شيرين زون انا بحبه. تعالوا نسمي الله ونطلع اللحمه. بس ايه ريحه تخض يا جماعه. وردك بصوص الباتر فلاي. على المنظر يا جماعه. تيجي نوزنها. بص اخلع كده جدعان، والله جدعان جد. نحط كده 100 حاجة و20 جرام. وفي اللحمة اللي في الراس. هل هعرف اطلعه ده دلوقتي ولا محتاج اكسر الراس؟
مش محتاج. ماشي يلا. فبالحاجات اللي في البهاريز بتاعت الراس، ولسه في سنه كمان 140 جرام، لان بردك هي تعتبر نفس الوزن بتاع اللي فاتت. وتعالوا نسمي الله ونبتدي. شويه البهاريز بتوع الراس دول سيبك منهم، وناخد حته اللحمه. وتعالوا ندوق تاني كده. صوت القرشه ده بيعلي الكوليسترول خالص. خليك يا صديقي فاكر معايا ان الكوليسترول فين؟ الكوليسترول لما تاكل دي يبقى في السماء. تعالوا ناخد شويه صوص البهاريز ده. بيقول لك ان هو ده صوص من الجمبري، خليط من نازل من الجمبري على سمنه بلدي. بيقولوا كده ان دي سمنه بلدي، ده مطعم انا مش هكدب عليكم. ناخد بقى شويه اللي عليهم صوص البتر فلاي، وسقسق كده، واقطع حته صغيره كده، ويعمل كده. يا لهوي على الدسمه، لا دسمه قوي. لا صوص البهاريز ده ما تنزحش منه وتاكله كده، غطس بالراحه كده واعمل كده. انا بقيت حاسس ان انا هاني شان. الصينيين بياكلوا الاكله دي بيتبسطوا قوي. انا مبسوط قوي. خش على بعض عشان ما يقولش انا بيطبل اللي بطعمه. اخيرا بحري جبنا استاكوزايه من عنده، كيلو 150 جرام ب 3900 جنيه. واخيرا تعالى اديله ادي يا ام خالد. ايه المنظر ده يا خرابي؟ بس دي كيلو 150 جرام ومغرقينها بص بقى، لما اداله الصوص كتير قوي والغطا ما قفلش عليها كويس خرج بره. دي عذرا ليكم يا بحري، لان المنظر يسر. هل الطعم يسر؟ تعالوا نوزنها. اطلع كده اطلع. يا لهوي، منظر مريب، منظر يخلي الكوليسترول في السما. صحيح دي ب 4000 جنيه، بس الكوليسترول فوق للعرسان بس. اوزن. طلب يا جدعان على لمعة الاستاكوزا. ايه ده؟ هي صحيح ب 4000 جنيه بس ايه ده؟ في اغراء في الحوار. طالعه 260 جرام، وفي شويه بهريز ممكن في الراس كده لو قدرنا نطلعهم. يعني هنقول حوالي 300 جرام لو هنلم شويه البهريز كده. اقول عارف انت، ده بعد الكاميرا ده انا هقعد اشفط شفط فيها. عارف الحاجات بتاعت الصينيين دي علي؟ بص هعملها. ربع كيلو استاكوزا ب 4000 جنيه يا عزيزي العريس. عشان تعمل حسابك وانت بتتجوز ما تجيبش التلفزيون وتنسى الاستاكوزا يا حبيبي، دي اهم من التلفزيون. يا خراب على المنظر، منظر مريب. احنا نشكر الراس ونشكر البتاع. انتوا عارفين يا جماعه ده معناه ايه؟ انتوا فاهمين اللي انا بقوله ده معناه ايه؟ دي قطعه من الراس، ها؟ انتوا فاهمين اللي انا بقوله ده ايه؟ انا شاري كيلو 150 جرام استاكوزا، طلع لي حوالي 250 جرام. يعني تلات ارباعها واكتر. تلات ارباعها خمسها لحم، والاربع تخماس التانيين عظم. ده فعلا. تعالى نوزنها. خد طبعا غير تنظيفها يعني الصراحه. هات كده يلا، حط كده عظمها. عظم الكبير، العظم لوحده قد ايه؟ العظم نص كيلو يا جماعه. ايوه الحوار الاستاكوزا كده حته لحمه صغيره قوي، ما بتتاكلش غير للفايده بس. ما تاكل الاستاكوزا مش مسكره. الاستاكوزا ملهاش طعم مسكر عشان تنبهر. اوعى تروحوا تاكلوا استاكوزا عشان تنبهروا من طعم مسكر. هتنبهروا من الفايده، هتعرفوها بعدين. ده اللي في الاستاكوزا الفايده. تسمي الله، تحس انك بتاكل عرق فليتو. فاهم؟ نزلها كده في الصوص بتاعها البتر فلاي. بص المنظر، اديله ادي يا خرابي. هدي كده يا عم، يعني تلغوص لي الجاكيته وانا لسه شاريها زيرو. فالبويه اللي عليها هي مش ناقصه. على الحلاوه، على الجمال، على الحلاوه. يوسف مبسوط اكتر مني. الريحه بنت لذينه جميله قوي. تعالوا ندوق مع رز. انتوا مش ملاحظين ان هو ما بعتليش اي نوع سلطه خالص خالص؟ يعني اكله سمك بعت لنا واحده ملوخيه، شيرين بزوم باع صوص بهاريز. انت ما بعتلناش ليه؟ ليه يا بحري؟ ده انا دافع 4000 جنيه. ده منظر الصدف او العظم يعني من بره. بص، هل كل واحد مختلف الخامه بتاعته عن التانية؟ هل الاستاكوزا فيها كذا نوع؟ هل كذا صنف ومش عارفه ايه؟ بص، لكن في الاخر الاستاكوزا فايده واحده. طعمي بيختلف سنه من سنه. وعايز اقول لك على حاجه، الاستاكوزا مش مسكره بامانه. عند اي مكان اطلب وجرب. اطلبها بتر فلاي عملها لك بشاميل،
تفهم انك مش هتعرف تدوق طعم الاستاكوزا ان يبقى فيه وايت صوص، اختلف الموضوع خالص. يعني مثلا انت جبت مكرونه كلتها بصلصه وجبت مكرونه كلتها بوايت صوص، ده طعم وده طعم تاني. طعمها عشان يوضح هو في صوص البتر فلاي عشان تعرف طعمها ايه، او زبده بس يعني. في النهايه عايز اقول لكم ايه، الاستاكوزا بتتاكل عشان ايه؟ توصل الكوليسترول في السماء. كل سنه وانتم طيبين، ده موسم الاستاكوزا. كانوا معك هاني فود، ملك السي فود والمقارنات. سلام.